بقت واحدة من أشهر البلوجر على التيك توك، الصديقة المقربة لكل المشاهير ومطربي المهرجانات، وشكلها اتغير 180 درجة، والجمهور بيقول لها اللي اداكي يدينا. ريم طارق طليقة حسن شاكوش، حياتها اتقلبت في يوم وليلة والسبب مش هتصدقوه. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. في الساعات اللي فاتت كسرت ريم طارق كل مؤشرات البحث، مش بتصريح جديد ولا حاجة مثيرة للجدل، ده بسبب فيديو ليها باحتفال لرأس السنة. الناس أول لما شافوه اتهموها إنها بتقلد جهاد مرات عصام صوصة، وإنها بتحاول تبقى مشهورة زي كتير من البنات اللي متجوزين مطربي المهرجانات. ومش بس كده، دول اتهموها إنها بتشوف هما بيعملوا إيه وتحاول تقلدهم بالظبط، سواء من لبس أو ميك اب أو حتى فيديوهات. لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. ريم مش بتقلد حد، كل الحكاية إنها بقت واجهة مهمة للإعلانات، الميك اب ارتست وأصحاب البراندات، واللي كلهم بقوا يسعوا إنهم يتعاملوا معاها علشان تعلن عن حاجتهم. ومفيش سيزون بيعدي إلا ولازم تكون ريم بتعمل إعلان فيه. وظهورها المشابه الأكتر من مرة مع ستايلات جهاد بيكون متخطط ليه للإعلان عن حاجة معينة بينهم سوا. ومش بس كده، ريم في الأساس بقت الصديقة الصدوقة لأغلب الوسط الفني والمشاهير، مفيش مناسبة إلا وبتتعزم فيها. ده غير كمان إنها بقت صاحبة أغلب مطربي المهرجانات وزوجاتهم، وبتحاول طول الوقت إنها تطور من نفسها علشان تفضل في المجال. ريم في الأساس خريجة كلية إعلام، لكنها قبل جوازها من حسن شاكوش ما كانش ليها أي ظهور إعلامي، وبعد الطلاق قررت إنها تاخد طريق الشهرة. علشان كده في جزء من الجمهور شايف إنها بتحاول توصل رسائل لحسن شاكوش، إنها عاشت يعني حياتها وكمان كسبت أغلب الناس اللي بيتعامل معاهم، وتثبت كمان للناس إنها عندها القدرة على الشهرة، مش زي ما حسن كان الوقت كله بيتهمها إنها مهووسة بالظهور الإعلامي ونفسها تتشهر والناس تتكلم عنها. وفي ناس تانية شايفة إن الموضوع كله حظ مش أكتر، وإن اسم ريم مثير للجدل من ساعة أزمة طلاقها، وده اللي يخليها وجه إعلاني بامتياز، وأي حاجة هتعلن عنها هتجيب مشاهدات على طول. والفترة اللي جاية ممكن نشوفها في أعمال تلفزيونية كمان، لأنها عندها المقومات. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين ريم فعلا بتحاول توصل رسائل لحسن شاكوش، ولا كل الشهرة اللي هي فيها دي حظ مش أكتر؟ شاركونا رأيكم وتعليقاتكم في الكومنتات.